نسيني الاكل نسيني يعني. لا خليتني اكل تبوله، لا خليتني اكل بطاطا، ولا خليتني جوق للمتبر. تشيرز. المتبل صح. عشان ما انسى سلات الخبز اللي بنعرفها، والخبز المقطع مثلثات، هي التفاصيل الصغيره هدول رجعت هي معيشتنا كامل التجربه السوريه بكل تفاصيل. تعالوا لكم يا جماعه، انا بصراحه مل قلبي من الوجبات السريعه، انا على بالي طبخ. قعدت اعمل بحث على مطعم بيقدم طبخ، ما بس لقيت مطعم بيقدم طبخ وطبخ سوري كمان. وقت هو كان عم يخبرني عن فكره نروح ناكل طبخ تشجعت كثير للفكره، بس شجعني اكثر وقت عرفت انه الشيف انثى، اني رح ندوق نفس المرأة السوريه بالمطبخ هون بهولندا. نحن وصلنا على المطعم اللي كنت عم خبركم عنه، هو مطعم الشيف رزان القريب من نايميخن. رح نشرب نحن هلا تصبيره بين ما يجي الاكل اللي طلبناه. من الشغلات الحلوه هون بالمطعم انه على الويب سايت اللي عندهم مذكور شوي عن قصه حياه الشيف رزان والشيف انس، كيف بلشت هون بهولندا، وبعض التواريخ المفصليه بحياتهم، حتى من وين اجت فكره انه يفتحوا هذا المطعم، شو نوعيه المطبخ اللي هن فاتحينه. فشي حلو يعني لذيذ هيك بيقربك اكثر من المطبخ بما انت ناطر الاكل. فيوم ما بتكمل التجربة السورية بلا قصة فناخ. تشيرز. دوقوا هيك على السريع. هلا المشكلة عنده على السريع هيك المتبل صح. يوم من اجواء المطعم السوري حبينا نصور جوا لو كان في عتم، ورح ياثر اكيد على الصوره وجوده الصوره، بس مشان نعيش الجو كامل. تحس حالك كانك بسوريا. شو بناخذ كبه نيه؟ كيف خيار فيها شويه حديديه، هدول كيف بتحب. بس هي الفكره الاساسيه الكبه نيه لازم يكون فيها شويه حديديه. تمام، بس لا طيبه لذيذه وقت صرنا ما اكلنا كبه نيه من زمان كثير. انا عجبتني كثير الصراحه. في طبقه برا اذا لاحظت الرقائق حاطين سلمان. تمام صح، كثير عاطفة فرادة يعني بالنكهه، عجبتني. واخذتين ثلاثة دبس دبس رمان، الرمان. حسيت عليهم اطيبهم ملعوبة حلوة هيدي ها. سماء مع دبس الرمان اعطيتها نكهة كثير طيبة. انا اعطيني شقفة صغيرة ذكرتي هالقد. دكتور صحة وهنا هلا صاير احكي لك عنه. انا عامل ريجيم. بعرف واضح ما منتبه علي انت؟ هيدي اللي مدعية اللحمة بالصينية شي 20 سنة لورا. كانك كأني بالبيت وقت امي تطبخ لنا اياها ونحطها بالفرن وننطرها وتكون هالريحة فايحة بالبيت ما بقى فينا يلا يلا يلا. لا ترجعت كثير لزمان. معمولة صح، محطوط النفس مثل ما بيقولوا نفس انت عليها. رجعتني لايام زمان باكل هسه بالخبزة. الا اسبهيني ولاحق. اذا بتاكل بالشوكة والسكين تخرب نص تخربها تخرب طعمها. هيك بتاكلها هيك وغموس.
جربوا مع بعض تبلك الصوص مع مكسرات مع الفرج مع الرز حطين رمان وشوف كيف يطلع معك النكهه. طيب تفرق كثير بالمراحل. وقت انت عم تاكل كل المكونات مع بعضها لا وقت عم تاكل كل مكون لوحده عم تفرق معك وقت انت عم تاكلها كلها مع بعض. صح. يعني مندي دجاج لذيذ لذيذ. لا طيب ما في حكي. تمام. مع المكسرات هالرمانة يعني بتعطي لك الله طعم يحمدها، الله تمام يحمدها تعطيك لذيذ. غير طعمها. ايه تماما. جيت لشيل اللحمه طلعت معي العظمه. هي النيفة يعني مهتريه اللحمه على الاخير. ايوه يلا قول يا رب. حط لي خلص بدك تطعميني انت خلص. انت خربت لي كل الريجيم. ذوبان دايبه 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 طعمة اللحمه كثير طيبة. دايبه اللحمه دايبه. فستق ما بينقع عنا الا فستق. سكب لك شويه فريكه مع اللبن. وين اللحمة؟ وين اللحمه؟ وين اللحمة؟ راحت انا ما اعطيتني شيء. ليك شو رايك بالتجربه؟ ما بدي اقول لك رايي. نسيني الاكل نسيني ما احكي لي عنه، احكي لي بس على الجو اللي نحن فيه. شو بدي احكي لك؟ حاسس حالك انك انت قاعد يعني مثل ما بيقولوا ببيوت حارات الشام القديمه، هالبحر صوبك صوتها هدأ هالمي وهالموسيقى الديكور. هي بدها تبلش لا شيء عن جد حلو. حتى موضوع تقديم الاكل فين نفس السوري يعني هالليمونه القشرة حبة الخيار شكل الصحن نفسه تمام. الرمان المكسرات اللي كان كثير كريمين فيها طبعا. بالاكل. طيب واذا حكينا عن الاكل خلينا نحكي شوي عن الاكل بشكل عام للامانه. طيب يعني هيدي تقييم هيك شامل اقول لك كل شيء تمام. ان كان الوجبات وان كان المقبلات او الوجبات يعني كلهم طبيعي. نحكي على ابسط شيء، خلينا نقول التبوله. بتروح على مطاعم بتكون خشنه، بتكون البرغل ما كويس، بتكون محامضه او حامضه كثير او شيء. هون مهتمين فيها باداء التفاصيل. يعني كيف امي انا كانت تعمل لنا اياها بالبيت، تعمل لنا التبوله كاني عم باكلها انا هلا بالبيت. تبوله بالبيت منزلي لمت العيله نفسها على التبوله. شيف انس شو هيدا اللي عيشتونا اياه اليوم؟ الاجواء الاكل كل شيء من الطراز الممتاز. يعني صراحه تجربه سوريه بامتياز. بدك تحكي لنا اول شيء من اجت فكره هذا المطعم انه تعملوه بهيدي الطريقه السوريه والمطبخ السوري، مع اني احنا متعودين بهولندا المطبخ السوري بروستد شاورما هالامور كلها. من اجتكم الفكره؟ تمام. طبعا انا انس صاحب مطعم سيكش كرازان يا بفرنكن. طبعا انا دمشقي من الشام. هي من اجواءنا اجواء دمشق. نحن حبينا ننقل هي التجربه السوريه، التراث السوري، الموسيقى السوريه، الاكل الدمشقي السوري الاصلي الاصيل للهولندي بشكل عام، حتى للاشخاص الهولنديين اللي بيجوا لعنا يجربوا النكهه السوريه، يجربوا الاطباق، التجربه السوريه كامله، ما بس الاكل، تجربه كامله تماما. يعيش اليوم يعني حتى في يعني حتى انا بجريده خيلرلاندر وقت نزل حتى الصحفي الهولندي شبه انه هذا المطعم هو ستوكيا فان سيريا نار نيدرلاندز. حلو يعني هو قطعه من سوريا اجت على هولندا. طيب هلا اسم المطعم انا شوي هيك وغوشني. نعم. تمام. اليوم الشيفين شيف انس والشيف رزان. نعم. وطبعا الشيف رزان هي شريكتك بالحياه. طبعاً. من وين اجت طبعاً. فكره انه بس يكون الاسم شيف رزان هو اسم المطعم؟ هلا رزان هي الشيف الرئيسي الموجود بالمطعم. هي الشيف الرئيسي اللي هي اللي مسؤوله عن كل تقريبا الاطباق اللي هي بتطلع بالمطعم، هي اللي بتطبخها وهي اللي بتشتغلها. هلا انا المساعد اللي انا بساعده دائما باي تفصيله ماشيه فيها، بس هي الشخص الرئيسي اللي هي شغال بالمطعم، اللي هي الشيف الاساسي اللي موجود بالمطعم. خلينا نقول هي فلهيك تقسيم هو- ادوار. فلهيك هو مطبخ رزان السوري بالترجمه الحرفيه هو مطبخ رزان السوري. فهذا الكونسبت شوي كونسبت جديد بهولندا، يعني تقريبا ما في حدا فاتحه بهذا السيستم هون. فعم نقدم الطبخات السوريه اللي هي الاصيله، الطبخ اللي انت بتاكله اليوم بالبيت، اللي بتطبخه اليوم الوالده كانت تطبخه. هي هذا اللي نحن عم نسعى نقدمه. هذا اللي عم تركزوا عليه بالاساس. تماما. لهيك ممكن تشوف انت بنفس الوقت هو زبون المطعم بالاغلبيه موجود هولندي. احنا اليوم فعلا
كل اللي كانوا حوالينا وهالعالم عم تيجي وما تمام. شاء الله كان اليوم بدنا ندق على الخشب. تمام. اليوم كان مليان المطعم بس الله كله يسلمك. حوالينا هولنديه. تمام. حسينا حالنا انا وكوكو انه نحن لا غريبين. كيف معنا غريبين شابين لحالنا والاجواء كلها عائليه كانت. تماما. هي فكره كمان انك انت عم تستهدف عم تستهدف العائلات الهولنديه كمطعم سوري. اليوم من اوائل المطاعم السوريه اللي انت ممكن تفوت عليها تلاقي العوائل الهولنديه. لهلا نحن بنشتغل كاترينج وحفلات. تماما. حفلات اعراس اي حفلات شيء نحن كلها بنشتغلها طبعا. حفلات بنشتغلها كلياتها. بالاضافه نحن عندنا فطور صباحي كل سبت واحد. هذا ويكند نحن بنعمل فطور صباحي شامي سوري. حتى نحن على رمضان نحن في عندنا شيء على رمضان. مو هو بوفيه مفتوح بس هو مبدا انه نحن ممكن الشخص يعمل نحن نعمل مثل مبلغ ثابت يعني مبلغ ثابت بير بيرسون ويكون مثلا في مقبلات سوريه مثل مقبلات رمضان بتكون موجوده بالاضافه لعصير رمضان بالاضافه لاربع خمس وجبات سوريه حتكون رمضانيه طبخ سوري موجوده. بيقدر يختار فيها يعني يكون هو فطور اللي بده كامل إياه. الدسم. تماما. ما حلو طبعا. ما حلو تمام. طبعا. والحلو تبعنا نحن حلويات كلياتها كل نحن المطعم من الآ تو زيت كله شغل المطعم جوا. وحتى انا موضوع الحلو كنا بنعمل له هيك تسميه جديده بقداش هولندا. جربنا بوزة الداء العربي. شيء على عالم طيبه للامانه يعني. بس ما كان بقى في محلات هيك جربنا على حلات خفيف. الجبن. حلات الجبن نحن بنشتغلها كمان. الاسبارت السيت كلها التفاصيل كلها بنشتغلها فيها. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. الله يسلمك. طيب نحن العنوان بس وين هون؟ نحن ببيرنيغن. هي نحن بعد عن سنترم نحن حوالي تقريبا 10 دقائق بالسياره. نحن بالسنترم بيرنيغن بقلب السنترم تبع بيرنيغن. جوليانا بلاين 166. انا بتمنى لكم كل التوفيق. هيدا باسمي باسم كوكو من يا دبل أهلا بايت لانه عن جد التجربه اكثر مميزه. ما عم بحكي بس عن الاكل عم بحكي عن الاجواء عم بحكي عن الضيافه وكرم الضيافه أهلا من عندكم. وهالافكار الجديده دائما عم جددوها من فكره البوفيه للكيترينج لموضوع افطار رمضان. ان شاء الله موفقين يا رب وتضلوا هيك على طول الايام. شكرا كثير لك.